كنت مبسوطة وفرحانة وقلت لحالي اليوم الفطور سهل وبسيط لأنه جوزي عادة بيستلم هالأكل اللي بدي أحضرها اليوم، فقلت لحالي خليني أعمل لهم أكلة حلو على الفطور. جهزت القشطة وحطيتها على جنب وبلشت أعمل عصير تمر هندي لأنه طلع ما في عندي تمر هندي وكله خالص. غليت التمر هندي وعصرته وحليته وحطيته بالبراد، وبعدها طلعت البرك من عندي كمان خالصة، فحضرت الحشوة وكمان عملت عيارين وساويتهم حطيتهم بالفريزر. وبعد ما جهزت البرك هون بقى جوزي بلش يجهز الشرحات. كنا ناويين نعمل شرحات مطفاية. طبعا هي اللحمة هي فيليه العجل، من أطيب وأطرى أنواع اللحم اللي ممكن تجيبوها إذا حابين تعملوا أكلة شرحات أو لحمة مشوية شقف. هون بعد ما قطعنا اللحمة ودقيناها حطيت السمنة بقلب الطنجرة وجهزت البهارات، وهون عم نساوي سلطة البيواز. وطبعا التبولة بالنسبة لنا أساسية كل يوم، فهون جهزتها بشكل كامل وحطيتها على جنب وكان باقي لها بس التحريك. وهون بلشنا نقلي بالشرحات، بنرش عليهم البهارات وهن بالقلب السمنة هيك رشة خفيفة ومنقلبهم. هون كنت حاطة الكثير من الثوم مع عصير الليمون ودبس الرمان، هذا هو صوص الحامض اللي بدي أطفي فيه الشرحات. هون كنا جايبين بطاطا طلعت بالغلط ظريفة ما بعرف شلون، وجهزت لهم عصير الفريز يلي الأولاد تعودوا عليه إنه يكون موجود دائما على سفرة رمضان. وقليت الكبة وقليت لهم البرك، وهون كنت عم بدهن الصينية سمنة لحتى أعمل لهم أكلة الحلو. بعد تفكير طويل طلعت في عندي رقايق بالبراد، فقررت إني أعمل لهم وربات بقشطة. هي الأكلة بحسها سريعة وسهلة وطيبة بنفس الوقت. طبعا بتقدروا تشكلوها بهذا الشكل وتساوى كتير، بتكون سهلة وبسيطة. لازم تغرقوها بالسمنة وتدخلوها على الفرن على حرارة 180، بتاخد تقريبا 3/4 ساعة لحد ما تصير بهاللون. السمنة الزايدة كلها بتصفوها، وأول ما تطلع حطوا لها قطر تقيل وبارد وتركوها كم دقيقة، وبعدها بتقدروا تحشوها وتلكوها بالفستق الحلبي. طبعا هون قرب الأذان فبلشنا نجهز التبولة ونحط البرك، وكانت الشرحات عنا جاهزة حطينا عليها الحمض والثوم، وهيك كان افطارنا. طبعا مع كاسة التمر هندي ما بيكمل الفطور بدونه. انتو خبروني شو صرتوا طابخين ومحضرين طبخات من اول رمضان لهلا. وبعد هالافطار اللي تقيل بالدسم كان لازم نختمها بفنجان قهوة اللي بيستناه طول النهار لحد ما يجي وقت الافطار واشربه. اذا عجبكم الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا تخبرونا شو طبختكم اليوم.